تخيل كده، بتصحى الصبح وعينك لسه مغمضة ومش شايف قدامك، وأول حركة لا إرادية إيدك بتعملها إنها بتدور تحت المخدة على الموبايل. تفتح الفيسبوك تلاقي الدنيا مقلوبة، خناقة ترند بين اتنين مشاهير، بوست عن فلانة رجعت لجوزها، ولا خبر عن الدولار اللي سعره اتغير. تفضل تقلب وتقلب وتقلب، وفجأة تسمع أذان العصر، تتصدم وتبص في الساعة وتقول هو اليوم راح فين؟ تبص لنفسك في المراية تلاقي إنك لسه ببيجامتك، ما حققتش أي إنجاز، ما ذاكرتش كلمة واحدة، ومشروعك اللي بتحلم بيه بقالك سنين لسه محلك سر. بس في المقابل انت بقيت خبير استراتيجي في أخبار العالم، وعارف مين اتجوز ومين اتطلق ومين اتخانق مع مين. لو المشهد المرعب ده بيتكرر في حياتك كل يوم، ولو بتحس انك بتجري في ساقية بتبذل فيها مجهود جبار بس مش بتوصل لأي مكان، يبقى أحب أقولك بمنتهى الصراحة إنك وقعت في الفخ. الفخ اللي الشيخ والمفكر إبراهيم السكرام سماه اسم غريب شوية على ودنا، سماه الماجريات. الكتاب اللي معانا النهاردة مش كتاب تنمية بشرية عادي هيقولك نظم وقتك وابتسم للحياة، لا لا، الكلام ده مش هنا. الكتاب ده جاي يعمل عملية جراحية دقيقة في مخك، جاي يفتح الدم وينظفه عشان نعرف نعيش بجد. الكتاب بيقولك في وشك الحقيقة اللي كلنا بنهرب منها: انت مدمن أخبار، وعلاجك الوحيد إنك تفصل الفيشة. بس يا ترى يعني إيه أصلاً كلمة مجريات؟ وليه الشيخ اختار الاسم الغريب ده؟ عشان نفهم لازم نرجع خطوة لورا. الكلمة دي جمع ما جرى، يعني الأحداث اليومية والأخبار المتناثرة والترندات والرغي اللي ملوش آخر في المجالس وعلى القهاوي. كل الحاجات اللي بتحصل حوالينا وبتاخد انتباهنا بس ملهاش أي تأثير حقيقي في مصيرنا. وخد بالك بقى من الفرق الجوهري والخطير ده اللي الكاتب بيبني عليه الكتاب كله. في فرق كبير بين الواقع وبين المجريات، عشان في ناس كتير بيخلطوا بينهم. الواقع هو إنك تكون فاهم دنيتك ماشية إزاي، وتفهم القوانين اللي بتحكم الحياة عشان تعرف تشتغل وتنتج وتأثر في اللي حواليك. أما المجريات فهي إنك تغرق في التفاصيل التافهة واللت والعجن ومين قال ومين عاد، لحد ما تبقى مجرد متفرج ملوش أي دور. وهنا ممكن واحد يطلع دلوقتي يقول لي: يا عم طب ما أنا لازم أتابع عشان أبقى مثقف وعندي وعي سياسي، هو أنت عايزني أبقى جاهل؟ الحقيقة إن الكاتب هنا بيدينا قلم محترم جدا على وشنا كلنا. إحنا مقتنعين إننا لما نتابع الأخبار 24 ساعة إننا كده واعيين، بس الكتاب بيقولك فوق، ده مش وعي، ده تخدير. أيوة، تخدير. أنت بتخدر نفسك بالأخبار عشان تهرب من مسؤولياتك الحقيقية. بتهرب من المذاكرة، وبتهرب من الشغل، وبتهرب من حفظ القرآن، وبتروح تستخبى ورا شاشة الموبايل بحجة إنك بتتابع أحوال العالم. وعشان الصورة توضح أكتر وتعرف حجم الكارثة اللي احنا عايشين فيها، الشيخ إبراهيم السكران في الكتاب ده عمل لنا زي أشعة مقطعية للمجتمع، وقسم الناس اللي بتتعامل مع الأخبار والواقع لثلاث أنواع رئيسية. وعايزك تركز قوي في كل نوع وتسأل نفسك بمنتهى الصدق: أنا مين فيهم؟ النوع الأول المشتغلون، ودول الناس اللي أكل عيشهم ورزقهم قايم على متابعة الأخبار، زي المحلل السياسي والصحفي والوزير أو حتى البلوجر اللي بيغطي الأحداث. الناس دي يا سيدي معلش حرج، ليه؟ لأن ده شغلهم، دي صنعتهم. زي الميكانيكي اللي لازم يوسخ إيده بالشحم والزيت عشان يصلح العربية، لو ما تابعش الخبر لحظة بلحظته مش هياكل عيش، فدول خليهم على جنب دلوقتي. النوع التاني المتفرجون، ودول بقى المصيبة الكبرى. ودول للأسف الأغلبية العظمى مننا. ممكن يكون مهندس أو دكتور أو طالب أو تاجر، وظيفته الأساسية ملهاش أي علاقة بالسياسة أو بالأحداث، لكنه بيتعامل مع الأخبار كأنه رئيس وزراء. بيصحى يتابع وينام يتابع ويتخانق في الكومنتات ويشير بوستات غاضبة، وهو في أرض الواقع لا يملك من الأمر شيء. الشيخ بيسمي الحالة دي اسم عبقري جدا لازم تحفظه، سماه التضخم السياسي الوهمي. يعني إيه؟ يعني أنت من كتر ما بتتابع ومن كتر ما بتنفعل حاسس من جواك إنك مهم وإنك شايل هم الأمة وإنك مناضل كبير. أنت حاسس إنك متضخم، بس في الحقيقة أنت مجرد بالونة هوا. أنت شايل الهم بس، لكنك لا حليت المشكلة ولا ركزت في شغلك ولا نفعت نفسك ولا نفعت الناس. عارف العامل المشترك بين النوع ده إيه؟ إنه عامل زي واحد قاعد في مدرجات الاستاد، صوته تنبح من الزعيق والتشجيع، وعمال يشتم في الحكم ويوجه اللعيبة ويقول لهم باص ياض، شوت بقى. هو فاكر نفسه خبير كروي ومشارك في اللعبة، بس في الحقيقة هو مشلول. هو قاعد مكانه ما بيتحركش، وزعيقه ده كله ما أثرش في النتيجة بمليم واحد، هو بس حرق بنزين وطاقة على الفاضي. نيجي بقى للنوع الثالث، ودول الصفوة. النوع الثالث المنتجون أو اللاعبون الحقيقيون. الناس دي فهمت اللعبة بدري، أدركوا حقيقة مرعبة بتقول العمر محدود والأخبار لا نهائية. لو قعدت تتابع كل خبر عمرك هيخلص والأخبار مش هتخلص.
فقرروا يعملوا فلتر، قرروا ينزلوا من المدرجات وينزلوا أرض الملعب. الناس دي بتعرف رؤوس العناوين بس عشان ما يعيشوش في غيبوبة، يعني يعرف إن في حرب أو في أزمة اقتصادية، لكن باقي ال 24 ساعة مقفول عليه بابه وبيشتغل على مشروعه الخاص، بيألف كتب، بيبني شركات، بيحفظ قرآن، بيتعلم برمجة. ده اللاعب اللي في الملعب، اللي بيعرق وبيتعب وبيجيب أجوال ومش سامع دوشة الجمهور اللي في المدرجات، لأنه لو ركز معاهم مش هينجز حاجة. وهنا الكاتب بيخبطنا سؤال في منتصف الجبهة، سؤال بيوجع قوي. هل أنت راضي عن نفسك وأنت متفرج؟ هل أنت مبسوط بدور الكومبارس اللي بيسقف للأحداث، ولا نفسك تكون البطل اللي بيصنع الحدث؟ لو إجابتك هي نفسي أنزل الملعب، يبقى لازم تفهم إن النزول للملعب ليه تمن، والتمن ده هو إنك تبطل فرجة، وإنك يكون عندك الجرأة إنك تقول لأ للموبايل ولأ للترند. بس السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي، هل الكلام ده عملي؟ يعني هل فعلا في ناس قدروا ينعزلوا عن الواقع ومع ذلك أثروا فيه وبنوا حضارة، ولا ده كلام نظري في الكتب وبس؟ التاريخ هو اللي هيجاوبنا. تعال أحكي لك عن ناس عاشوا في ظروف أصعب من ظروفنا بمليون مرة ومع ذلك عملوا المعجزة. خد عندك مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية. الراجل ده عاش في فترة من أصعب فترات التاريخ الإسلامي، فترة هجوم التتار. أنت متخيل يعني إيه تتار؟ مش مجرد أزمة اقتصادية ولا تعويم جنيه، لأ، دي كانت إبادة. مدن كاملة بتتحرق، جيوش بتكتسح العالم، رعب وموت في كل شبر. يعني لو في حد عنده عذر إنه يكتئب ويندب حظه ويتابع الأخبار ليل نهار، فهو ابن تيمية. تفتكر عمل إيه؟ هل قعد يتابع تحركات جيوش التتار لحظة بلحظة؟ هل قعد يشتم في الحكام المتخاذلين على المنابر وخلاص؟ لو كان عمل كده ما كانش وصل لك منه حرف واحد النهاردة. لكن اللي حصل إنه عمل فلترة. كان عارف الخلاصة، عارف إن في عدو، وعارف واجب الوقت إيه، بس عزل نفسه عن اللغوة وعن الكلام اللي ملوش فايدة، وركز طاقته كلها في البناء. ألف مجلدات ضخمة، كتب فتاوى حمت الدين، وعلم تلاميذ بقوا أئمة من بعده. ولما جت اللحظة الحاسمة، لحظة المعركة الحقيقية، خرج للناس، وكان هو القائد اللي بيشجعهم في أرض المعركة. ابن تيمية طبق قاعدة ذهبية: اعتزال الماجريات لصناعة المنجزات. ومثال تاني، تلميذه ابن القيم. ابن تيمية لما اتسجن في القلعة، وده كان قمة القهر والظلم، تفتكر قعد يخبط على الباب ويصرخ، ولا قعد يبعت رسائل استعطاف؟ لا، قال جملته الخالدة اللي بتدرس في علم النفس الحديث: حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. انت متخيل القوة النفسية؟ حول السجن لمكتبة، وحول المحنة لمنحة، وقعد يكتب ويألف ويبدع، لأنه كان مؤمن بحقيقة واحدة: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الناس دي عرفت تفصل الفيشة في الوقت الصح، عرفوا أنهم عشان يؤثروا في الواقع لازم ينفصلوا عنه شوية عشان يبنوا نفسهم. بس للأسف، وهنا مربط الفرس، إحنا مشكلتنا النهاردة أصعب من مشكلة ابن تيمية بمليون مرة. أيوة، ما تستغربش، ابن تيمية وابن القيم ما كانش في جيبهم جهاز بيبعت له إشعار كل 3 ثواني، ما كانش عندهم خوارزميات مصممة بذكاء شيطاني عشان تسرق انتباههم. زمان عشان تعرف الخبر كنت لازم تنزل تشتري الجورنال أو تستنى القافلة اللي جاية من السفر، كان عندك حرية اختيار إنك تعرف أو ما تعرفش. لكن النهاردة الخبر بيجيلك لحد عندك، بيجيلك وانت في سريرك، وانت في الحمام، وانت بتذاكر، وانت بتشتغل. الكاتب بيسمي الحالة الجديدة والمرعبة دي الماجريات الشبكية، نسبة للشبكة العنكبوتية، الإنترنت. والمصيبة في الماجريات الشبكية مش بس إنها بتضيع وقتك، لا، دي بتعمل حاجة أخطر بكتير في دماغك، بتغير طريقة تفكيرك نفسها، بتخليك كائن سطحي، بتخليك مدمن لحاجة اسمها السكرول اللانهائي. تفضل تقلب وتقلب وتقلب ومفيش نهاية. عينك بتشوف بوست بيضحك، وبعده بثانية بوست لواحد ميت، وبعده إعلان كوتشي، وبعده خناقة سياسية. الكوكتيل العجيب ده بيعمل في مخك شوربة، بيقتل قدرتك على التركيز العميق. اسأل نفسك بصراحة، امتى آخر مرة قدرت تمسك كتاب وتقرأ فيه 50 صفحة على بعض من غير ما تمد إيدك على الموبايل؟ امتى آخر مرة قعدت تذاكر ساعتين متواصلين من غير ما تبص على نوتيفيكيشن؟ ما بقاش فيه، صح؟ بقينا نمل بسرعة، وعايزين دوبامين سريع، وعايزين المعلومة في كبسولة. ودي كارثة، لأن مفيش أي إنجاز حقيقي بيتبني من غير تركيز عميق وممل وطويل. طب والعمل؟ السؤال اللي بيلف في دماغك دلوقتي وانت سامعني ومحبط: أنا يا عم اقتنعت إني في مشكلة كبيرة، وإن الموبايل ده بقى زي سلسلة في رقبتي بيجرني وراه في كل حتة. طيب أعمل إيه؟ أكسر الموبايل وأقفل الأكاونتات كلها وأنعزل عن الناس، ولا أروح أعيش في الصحراء وربي غنم؟
أحب أطمنك وأقول لك اهدى. الكاتب والمفكر إبراهيم السكران ما سبناش تايهين وسط البحر ده. الراجل حط لنا روشتة علاج عملية جدا وواقعية جدا، ما فيهاش دروشة ولا كلام خيالي صعب التطبيق. الروشتة دي مكونة من 3 خطوات أساسية، لو طبقتهم بصدق وأنا بقول لك عن تجربة، حياتك هتتغير 180 درجة. جاهز تاخد الدواء حتى لو طعمه مر شوية؟ يلا بينا. أول خطوة في العلاج الاعتراف وتحطيم الصنم. لازم تقعد مع نفسك قعدة صراحة وتعترف بحقيقة بتوجع شوية. الحقيقة دي هي: أنا مش محور الكون. أيوة صدقني، العالم مش هينهار لو أنت عرفت الخبر متأخر 5 ساعات. الكرة الأرضية مش هتبطل تلف لو أنت ما شفتش خناقة الترند وهي لسه سخنة. الكاتب بيقولك ده وهم شيطاني. شيل من دماغك فكرة إنك محلل استراتيجي مسؤول عن مصير الأمة، واعرف حجمك الحقيقي. أنت طالب يبقى شغلتك تذاكر وتتفوق، أنت موظف يبقى شغلتك تتقن عملك، أنت أب يبقى شغلتك تربي عيالك. ركز في ورقتك أنت وسيب ورقة العالم لرب العالم. دي أول خطوة للتعافي النفسي. تاني خطوة الصيام المجرياتي. الاسم غريب شوية بس المعنى عبقري. زي ما انت بتصوم عن الأكل والشرب في رمضان عشان تهذب روحك وتريح معدتك، ولازم دي تحتها 100 خط، لازم تصوم عن الأخبار عشان تريح عقلك. الكاتب مش بيقولك قاطع الأخبار للأبد، هو بيقولك اعمل نظام غذائي للمعلومات. يعني إيه؟ يعني حدد لنفسك وقت صارم ومحدد جدا في اليوم لمتابعة الأخبار، وليكن مثلا نص ساعة بس، وتكون في وقت ميت من يومك زي بالليل مثلا بعد ما تخلص كل اللي وراك. في النص ساعة دي افتح يا سيدي وشوف الدنيا حصل فيها ايه واعرف مين اتخانق مع مين، لكن وباقي اليوم، باقي 23 ساعة ونص، الموبايل ده محرم عليك. الموبايل بعيد عن ايدك، الاشعارات كلها مقفولة، وصوت الرنات مكتوم. أنا عارف إن الكلام سهل والتنفيذ صعب، وعارف إنك في أول 3 أيام هتحس بأعراض انسحاب حقيقية. هتبقى قاعد بتذاكر وإيدك بتترعش وعايز تمسك الموبايل تشوف إيه اللي حصل، هتحس بملل رهيب وهتحس إنك معزول. بس أرجوك عافر، قاوم الشعور ده واصبر. بعد 3 أيام بالظبط والله العظيم هتدعيلي، هتحس بصفاء ذهني وهدوء نفسي ونقاء في عقلك عمرك ما حسيته من سنين طويلة. هتحس إن دماغك فضيت وبقت مستعدة تستقبل علم ومعرفة بجد. نيجي بقى للخطوة الثالثة والأهم، ودي اللي من غيرها كل اللي فات ده ملوش أي لازمة. الخطوة دي هي البديل أو المشروع الكبير. أكبر غلطة وأخطر غلطة بنقع فيها لما بنقرر نبطل سوشيال ميديا إننا بنشيل المجريات ونسيب مكانها فراغ، بنقعد ما بنعملش حاجة. والنفس البشرية زي ما العلماء والحكماء بيقولوا إن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لو فضيت دماغك من الأخبار وما حطيتش مكانها مشروع يشغلك، غصب عنك هتزهق وهترجع تمسك الموبايل تاني وهترجع أسوأ من الأول. عشان كده الكاتب بيقولك لازم وحتما ولا بد يكون عندك مشروع كبير بتصحى الصبح عشانه. لازم يكون عندك قضية تشغل بالك وتملى وقتك. المشروع ده ممكن يكون أي حاجة مفيدة، المهم إنه يكون حقيقي. ممكن يكون مشروعك إنك تخلص كليتك بتقدير امتياز وتطلع الأول على دفعتك. ممكن يكون مشروعك إنك تحفظ القرآن الكريم كامل وتدرس تفسيره. ممكن يكون إنك تتعلم لغة جديدة تفتح لك باب رزق، أو تتعلم مهارة زي البرمجة أو الجرافيك، أو حتى إنك تعمل فورمة في الجيم وتهتم بصحتك. لما يكون عندك هدف كبير وشغف حقيقي مالي قلبك، ساعتها بس المعادلة هتتغير. ساعتها هتستخسر تضيع دقيقة واحدة في خناقة تافهة على فيسبوك، هتبقى بخيل جدا بوقتك، هتشوف الترندات دي تفاهة ما تستحقش إنك تبصلها أصلا، لأنك مشغول بحاجة أهم، مشغول بتبني مستقبلك مش مشغول بتهدم وقتك. وفي النهاية يا صديقي، وقبل ما تقفل الفيديو وتمشي، عايز أقولك إن الشيخ إبراهيم السكران بيختم الكتاب بجملة مرعبة، جملة بتخلي القلب يرتعب وبتخلي الواحد يعيد حساباته 1000 مرة. بيقول إن في ناس هتيجي يوم القيامة وتقف بين إيدين ربنا وصحيفتهم مليانة كلام في السياسة، وكلام في أعراض الناس، وكلام في الترندات وتحليلات وآراء وجدالي مالوش آخر، صفحات وكتب بتتسجل عليهم كلها هوا. وفي ناس تانية هتيجي وصحيفتهم مليانة أفعال، علم نافع اتعلموه وعلموه للناس، شغل وإنجاز نفعوا بيه نفسهم وأهلهم، عبادة وصدقة وذكر، ناس كانت في الملعب بتشتغل مش في المدرجات بتتكلم. أنت بقى اسأل نفسك دلوقتي والقرار لسه في إيدك، عايز تكون مين فيهم؟ عايز تكون المتفرج اللي صوته راح في المدرجات على الفاضي، ولا عايز تكون اللاعب اللي رفع الكاس وفاز بالسباق؟ القرار في إيدك أنت، والموبايل في إيدك التانية.
يا ترى هتكمل سكرول ولا هتقوم دلوقتي حالا وتبدأ في مشروعك؟ أتمنى من كل قلبي إنك تاخد القرار الصح. سلام.